لو انت عامل خطة لأهدافك بس في حاجة موقفة ومعطلة وصولك لهدفك، حاجة معرقلة كده حياتك، هتعرف السبب الرئيسي ليها ايه، وهو مشاعرك. اختبر مشاعرك. هل انت عندك مشاعر سلبية، مشاعر بعدم الرضا؟ طب اعمل ده ازاي؟ لو انت بتشوف حد ناجح في حياته او واصل لأهدافه، او حاجة انت نفسك توصلها هو واصل لها، او بيمتلك شيء انت نفسك تمتلكه، وحسيت شعور ان انت حزين او مش مبسوط او كده، يبقى انا عندي مشاعر سلبيه في اللحظه دي ومشاعر بعدم الرضا. وده قانون يا جماعه، لو انا بمتلك المشاعر دي بتعمل حاجز بيني وبين اهدافي. طب اعمل ايه؟ ازاي امتلك مشاعر ايجابيه واحسن المشاعر دي؟ هبدا ان انا اتعامل مع النعم اللي في حياتي، اشوفها بصوره حقيقيه، مش كلام. ربنا عطينا نعم كتير بس احنا مش شايفينها. يعني انت لو سالت طب ايه النعم اللي في حياتك، هتقعد تفكر. فامسك ورقه وقلم وابدا اكتب اهم 8 ل10 نعم موجودين في حياتك، اهم حاجه انت شايفهم في حياتك. طبعا النعم كلها كبيره علينا بس احنا بنقول اهم 10 نعم. بعد ما بتكتبهم تخيل ان انت فقدت نعمتين 3 من حياتك، ودول مهمين جدا. شعورك في اللحظه دي تحس بايه؟ هتحس يا رب انا كنت يعني عايش شعور عدم رضا وانا بمتلك كل النعم دي، امال لو فقدت حاجه من دي هعمل ايه؟ ومن اللحظه دي هتلاقي مشاعرك اتحولت عن طريق الشكر والامتنان على النعم الكتير في حياتنا. واول ما هتشكر وتمتن النعم هتزيد وهتوصل لاهدافك.